أصدقاء رجعنا لكم تاني والفقرة التانية وانضمت لينا عبير. أهلا يا عبير. اهلا يا محمد. إيه الأخبار؟ اهلا يا عبير. اهلا بيك. ازيك يا عبير؟ عاملين ايه؟ الحمد لله حبيبتي. الطريق يا محمد. الطريق يا محمد. لا وانا اقول لك حاجه قوي النهارده فعلا جدا، زحمة بس جدا. انا كدابه شويه. هقول لك ليه. أهلاً. لان هو محمد قال لي ان احنا هنتكلم على الغضب، وانا سريعه الغضب هذه الايام. فتلاشيت ان اجي اتكلم في الغضب، عشان المفروض ان احنا بنقول العكس، يعني انت بتغضب لا ما تغضبش، فانا خفت اغضب بصراحه، فما كنتش هبقى ناجحه في الغضب. في الجزء الاول. يعني أنت كده جاية مبسوطة. الحمد لله. طب نرجع نتكلم في إيه النهارده بقى؟ طبعا احنا دايما بنحاول نحط الحاجات اللي هي بقت قليله مش زي زمان، وبنحاول نعالجها ونقول للناس عليها. النهارده هنتكلم من حق الجار ايه، لان في حقوق كتير وقعت النهارده مننا ومن دماغنا. عبير موضوع مهم. موضوع مهم يا محمد. حق الجار. حق الجار طبعا. في البدايه هقول ان الرسول عليه الصلاه عليه والسلام الصلاة طبعا اوصانا بالجار اكتر من حديث. كان في حديث فاكراه ان هو الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه يورث. صدق الله. ده بيأكد لنا طبعا على شدة أو أهمية الجار بالنسبة لنا. بس النهارده اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقة بتاعتنا، هل كل جار بيدي حقه لجاره؟ في نسبة كبيرة لا. احنا النهارده استنوا شفنا بس. كده. لا استنوا عشان بس ما نظلمش كل الناس. مش لا انتوا طبعا عندكم لسه جيران؟ كنت هقول لك. أنا هقول لك على انت حاجة عندك طالما جيران؟ أنت بتقولي كده. طبعا وانت عندك انا جيران؟ انا هقول لك في جزيره موحوده. كويس. لا، بس أنا هقول لك على جيرانك حاجة. معاكي مش لا انا لا طبعا انا طيب. جيراني زي العسل وحلوين جدا. تمام. ولو بيشوفوني انا بحبهم قوي قوي. وانما اللي خلاني وخلاكم ان احنا بنقول على الجار النهارده مش شرط جيراننا احنا وحشه، انما شفنا البعض كده كل حاجه فيها البعض وخصوصا والبعض. في كورونا اللي احنا بنمر طب بيها دلوقتي. ايه رايكم في مثل بيقول سليطه اللسان ست الجيران؟ دي حقيقه. لا فهموني. ايوه. الست سليطه اللسان اللي لسانها وحش. ست الجيران محدش بيقرب لها، كله بيخاف منها. بيخاف منها. طب ماشي. لان انت لو عكس كويس كده اللي احنا بنقوله. عكس اللي بنقوله العكس طبعا. بنقوله. فهل ده موجود؟ قابلتوه قبل كده في العماره اللي انتم موجودين فيها، في المكان انا هقول لك اللي على حاجه عشان انت بتقولي احنا في عشان بتقولي تغيرنا. لا هقول لك اكيد يا محمد. انا واحده من الناس هقول ان انا مثلا العماره بتاعتي حوالي 60 شقه. كويس. قول لي كام شقه انا عارفاهم؟ 2 3. وبقالي يمكن 6 7 سنين قاعده. وده غلط وعيب، بس كل واحد في حاله. ايام زمان بقى، ايام ما انا قبل ما اتجوز او كده، لا انا كنت عارفه جاري اللي تحت وطنط مش عارفه اللي فوقي، لا اللي جنبنا، ولا وماما عندهم. انت صح، بس كده في هنا اختلاف حصل معانا، وده اللي بنحاول النهارده ننور عليها، اللي هي حق الجار. ليه؟ لان زي ما انت بتقولي كلنا، محمد وانا وانت وكل الناس اللي في السن بتاعنا، تمام، او اللي قبل مننا طبعا، وده شيء اكيد، كان عندهم حاجه اسمها حق الجار قبل مني. يعني ابسط الامور كانوا يعملوا الاكل ببساطه جدا. الاكل حاجه عاديه جدا، وما فيش حد ما عندوش اكل في بيته، ومع ذلك انا لازم ادوقك وتدوقيني عشان انت كويسه. اكيد طبعا. النهارده بقى للاسف الشديد، ومن بعض الحاجات اللي غصب عن الجميع او البعض بيتلاشاها، ان انت اجيب لك الاكل على قدي، اجيب لك مش عارفه، لا الحاجه على قدي. احنا النهارده بنقول ايه في حق الجار؟ مش شرط ان اكلك، ومش شرط ان اديك فلوس. لا هو في حاجات عايزين في حاجات على الاقل ان انا ارد غيبته، على الاقل ان انا ارد. تعالوا بقى هنقول ما انا الحقوق بقولك كتير. دي اقل حاجه. كويس. هل احنا دلوقتي بنحفظ غيبه الجار؟ والله يا محمد في ناس لسه، يعني في ناس محترمه وناس كويسه، وفي ناس الدنيا زي ما احنا بنقول الدنيا واخداها. طب ما بلاش نقول، يعني مش عايزين كلنا نقول الناس يعني الناس دايما بنقول على الناس التانية وكأننا مش مشاركينهم. يعني انا دايما عايز اقول لو كل واحد فينا ابتدى بنفسه بس، بقى هو الاساس، بقى كلنا زي بعض. برضو اسمح لي اقول لك حاجه. انت سالت سؤال وعبير جاوبت عليه. انا هجاوب عليه برضو. ان هو يعني الجار النهارده، الجار مش نوع واحد. تمام. في كل حاجه فيها عده اشكال. في الجار البصاص، في الجار البصاص، في الحساد، في الكويس اكيد، في اللي يخاف على جاره، في اللي ما بيحبش اصلا يكلمك، في اللي الجيران انواع. بوظتوا كل الجيران. فما اقدرش اقول ان الجيران وحشه. لا ما هي قالت لك في نوع. انا جيراني بصراحه اللي عندي، انا كلهم اكلهم كله عندي، يعني كل شويه يجيبوا انا لنا جايه لك يا محمد. طب بتطبخ امتى بقى؟ يعني اللي انا عايز اقوله
ان انت هو تبقى محظوظ. الاماكن الشعبيه يا محمد، هو ده اللي لسه بتهيألي لسه محتفظ لا انا مش عايز اقول كده، انا عايز اقول ان انا محظوظ بجيران لا والشعبيه ممتازين. النهارده مش ده زي مش الاول شعبيه، ده برضه. بالعكس الاماكن مش زي الشعبيه الاول، كارثه في الفتره دي، بقت كارثه. اسوأ. بقت مش بقت أسوأ. اسوأ بس أسوأ. بقى فيها ما اعرفش، ليه بس بقت في حاجه أسوأ؟ هي كانت في حاجه كويسة هقول جدا. لك ليه مع احترامي لمحمد. مم. انت بتسالي سؤال، يعني هجاوبك على قد ما عرفتي، لان حضرتك النهارده انت قلتوا كلمه في وسط الكلام، مش عارفه مين اللي قالوا فيكم، ان في الجار البصاص. فانا النهارده عارفه ان انت كجار مثلا حالك مش قوي اليومين دول، انا لو عندي اكله حلوه ومتكلفه انا هخبي ريحتها لو اطول عشان ما تبصليش فيها، لان ممكن اكون انا تعبانه فيها او جايباها بعد شهرين تحويش وانت يتهيالك ان هي معايا. فهنا بدينا للاسف في حاجات كتير البني ادم بقى يمتلكها بدون ما يقصد، طبعا مش كله، انما بعض الناس، وفي ناس ما زالت الحمد لله يزيدهم يا رب كويسين وطيبين، ودول الناس اللي طبعا نحب كلنا نبقى شبههم، اللي هي الحسد. انا هقول لك حاجه، انا هقول لك عبير، اتفضل. انا عايش في اكتر من مكان، اكتر مكان برتاح فيه وبحس بالامان وبحس براحتي وبحس بجيراني وبحس بكل الناس اللي انا اتربيت فيه. دي مهمه، حتى انت عشان كمان الحاجات قلتيها، القديمة. انت لسه قايلاها من شويه، الحاجات القديمة. وانت كمان هتحسيها. ليه؟ واحنا صغيرين كنا بنتعامل مع جيراننا، مع الناس الموجودين بتلقائيتنا، ما كناش بنفكر بالشكل اللي انتوا بتفكروا بيه، اللي هو الحساد مش واللي هو اللي احنا البصاص بنفكر واللي بيه، هو اللي احنا لا شايفينه. هو ده اللي لا حقيقة. اللي انا عايز احنا اقوله شايفينه. ده ماشي، اللي موجود. انتوا شايفينه. فكنا بنتعامل بطبيعتنا بتلقائيتنا، فكنا بنتعامل مع كله، ده عمه ده جده ده خاله ده، يعني ولا كلنا هقول لك على حاجة، ولا مفيش، ما كانش فيه مسؤولية، ما كنتش انت يعني ما وانت كنتش عندنا صغير. التفكير ده. لا انت دلوقتي كانت مامتك وباباك هما اللي مسؤولين عنك، كويس. هما اللي بيتصرفوا، فانت شايف ان ماما بتعمل ايه لجارتي او لطنط او مش عارفه طب ما ايه. تيجي نقول حقوق دلوقتي الجار انا مش انتوا بتنفذوا فاضيه. منه ايه؟ هو لا تعالوا غير نقول كده حقوق الجار. في جزء بس اخده من عبير، معلش اصل انا بحب اخد من اللي قدامي شويه كده. كويس. لا قولي. انا ما بحبش حلو. حد ياخد مني بقى حاجه. مضطره بقى، مضطره، انت اللي جبتيها لنفسك، من انت قلتي اولها حاجه ده انتوا دلوقتي. جيران يا جماعه. طبعا. بمناسبه ان احنا جيران، هو انا احب برضه اقول للي معايا كلهم ان مش المقصود من كلمه الجار اللي هو الساكن معايا، لا، لو انا في سبع سفر جار زي لا ما غير الرسول سبع جار، عليه الصلاة ده والسلام في كمان أوصانا حديث بيه. انا جايباه طلع 40 جار. انا آه. لسه يعني انا عارفه 7 جار دي وكلنا عارفين، انما ده طلع 40 جار كمان هقوله فيما بعد. انما حاليا اللي اقصده ان الجار مش معنى جار السكن بس، لا، انا وانت كده الجيران دلوقتي الشغل في الشغل، في الدراسه، لو في سفر وعلى طياره، مجرد ما انت مع كرسي جنب حد، ده في لحظه السفر ده جار. فاحنا ما بنتكلم، مش بنتكلم على الجار الاكل والشرب، لا، احنا بنتكلم على السلوك والاخلاق بالنسبه للجار اللي في بس دراستك، ده في هنا في لا، هنا. انا بتكلم في جاري الساكن على اساس ان انت مقيمه معاه، ممكن تشوفيه وانت طالعه وانت نازله، وانت قاعده بتسمعي صوت، في ناس بتسمعي صوتهم. طب ايه أكيد. رايكم، نشوف التقرير اللي جاي ده؟ يلا في بينا. الفتره اللي فاتت في السوشيال ميديا ظهر كتير جدا اشاعات على الفنانين. معظم الفنانين اللي عنده كورونا، معظم الفنانين اللي ما عندوش كورونا، وكأن مرض كورونا ده بقى يعني على فكره هو اخد بقى لا جزء دعايه اكتر من ان لا هو ما بقاش كده بس، يعني ان انت تبقى مصاب كورونا بقى حاجه مش حلوه، بالعكس هو بقى اي حد معرض لا، ليه ويصاب في بكورونا البدايه يا محمد اول ما طلعت كان كله كورونا بيخافوا. كان لا كان في بعض الاشخاص بيدعوا وتصرفات. انهم عندهم اما انا كورونا بقول لك عشان دعايه يشهروا. تمام. دعايه ليهم، مش شهره معانا ليهم يعني. كانت الفنانه علا رامي امبارح بتسجل مسلسل اذاعي جديد في اذاعه البرنامج العام. المسلسل ده هيذاع يوم 20، اسمه الطائره المجنونه، تبع هيئه تنشيط السياحه. المسلسل ده فيه علا رامي، الفنانه علا رامي، محمود عامر، ومجموعه كبيره من الفنانين، والاعلاميه منى بطاح. كاتب العمل الدرامي علاء عبد القادر، ويسعدني ان انا بشاركه في الكتابه وفي التمثيل كمان في العمل. اخراج الاستاذه نسرين لطفي، ومجموعه كبيره من الاطفال، بيدو ومحمود هاشم، ومجموعه كبيره جدا من الاذاعيين. في الفتره الاخيره قالوا ان الفنانه علا رامي مصابه هي واسرتها بالكورونا، فصورت معاها وعملت التقرير اللي جاي ده، ونشوف هي هتقول لنا ايه. انتشر اخيرا ان انا وعيلتي كلها عندنا كورونا. الحمد لله الكلام ده كان من 5 شهور. الحمد لله اتشفينا وتعافينا. لسه طبعا المحطات والمنصات عمالين ينزلوا بقى ان انا كورونا وفيروس وما فيروس. انا الحمد لله كويسه، والكلام ده كان حاجه قديمه بس هم اللي طلعوها دلوقتي. الف سلامه ليك. الله يسلمك.
رامي. انتشر اخيرا ان انا وعيلتي كلها عندنا كورونا. الحمد لله الكلام ده كان من 5 شهور. الحمد لله اتشفينا وتعافينا. لسه طبعا المحطات والمنصات عمالين. الفنانة علا رامي، طبعا يا رب على طول تكوني بصحة وسعادة وتسعدينا بأعمالك الجديدة. نرجع تاني لحق الجار، انتوا بتعملوا ايه لحق الجار؟ بص، هو احنا دلوقتي زي ما بنقول الجيران بقت انواع. كويس. فانا بالنسبه لي انا احب جيراني جدا جدا، وانما للاسف اللي خلانا بعدنا اليومين دول عن الجيران او كورونا. السنين دي. لا مش كورونا، لا وكورونا دلوقتي مش انت ده. دلوقتي احنا كورونا ماشي، ما بس خلتش مش ده مشوار بس. الاساس. ما لا أنا لا لا. بقى- أيوة. مين ده لكن- الجار بقولك ده بياخد بقى- جرب الحضن دلوقتي والكلام ده؟ لا، ده الكلام احنا بنقوله كده على الشاشه. لا 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 طيب، ما بجد تيجوا- لا لا. طب ما تيجوا خلينا نقول نتكلم ما جد. تيجي نقول نقاط اساسيه نتكلم فيها عن ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نراعيها ونلتزم بيها لحق الجار، او اللي بيسمعونا ايه الحاجات الاساسيه اللي في حياتنا لازم نقاط اساسيه يكون الجار هقول حقه لك عليك ايه؟ اول حاجه ان نقول انا حاجة يا عبير؟ ان انا اساعده اول ما يطلب المساعده او الاقيه، مش شرط ان هو يطلب. عبير، بالنسبه للجار طبعا لو عايزين نقاط سريعه ما انا من هقول كل لك الناس. لو جار قريب قوي ليا، ممكن لو في حديث بين الزوج والزوجه ممكن يوصل ليا بدون ما يقصد. تمام. بالتالي لازم اخاف عليه سره. واكون حافظه مظبوط. السر والكلام. عبير، اقول لك ايه تاني، ان انا اكفي الاذى عنه، يعني ان اي اذى او اي حد او رد الغيبه بتاعته يعني. انت بتسمع لنا يا محمد. ما هو انا ايام الجامعه مش عايزه نقط. اه مش ما انا عايزه بقول لك نقط. انت فكرتني أنا كده في ايام هيجيلي نقط. الجامعه. لحظه انا لا، عايز ما اقول اتنين ضد واحد. احنا عايزين لا يا نتكلم كلام محمد، عام لا كده. لا اصل ما انا هو دلوقتي الكلام مش هقول العام. واحد لا، اتنين لحظة، والناس. لحظة. هقول لك حاجه. لحظة. احنا ما انا هقول لك، احنا دلوقتي النهارده بنقول للجار او بنقول لنفسنا قبل الجار نفسه. احنا بنتكلم مع نفسينا ومع الناس كلها ان احنا بنتكلم بعضينا. احنا بنقول هنا احنا كلنا بعاد عن بعض. دي دي حقيقه. طب دي ما انا بقول لك حقيقة. انا ضربت المثل ليه؟ لنفسي. مش عشان احنا وحشين ولا احنا اغبياء، لا احنا اليوم الوقت اللي بيشتغل مثلا طول اليوم. يعني انا النهارده اهو مثلا على الهوا، عقبال ما اروح البيت هتبقى الساعه كام؟ لو مطلوب مني حاجه اعملها في البيت لازم هعملها الاول. كل ده بياخد مني وقت، مش هقدر اروح للجار. وانما هقول نقطه عشان محمد ما يزعلش مني. النقطه هنا ان لو رغم شقايه طول اليوم او تعبي او ايا كان، اول ما اسمع جاري بيستغيث من شيء ما قلتش انا مالي، انا تعبانه، لازم اجري عليه. احترام يعني الجار واجب، ولازم اكون انا اقرب ليه في ابسط الامور او الاستغاثه. عبير، احنا النهارده عندنا ناس مستنيين كتير، هم مش جيراننا، هم الناس اللي بيتفرجوا علينا ومساعدينا وبيبقوا باعتين لنا على طول. والنهارده عدد كبير جدا بعت لنا. عايزين نقول الاسئله وعايزين نشوف مين اللي فاز معانا. طيب كويس. ماشي. هنقول اول سؤال عند عبير. السؤال عندي بيقول معايا السؤال تبع شركة إطلالة للدعاية والإعلان للتصميم والطبع لجهات وعمل الإعلانات بالشركات والتدريب. في نفس الوقت في قاعات برضو بتأجرها. تمام. عنوانها غمرة بجوار مسجد العباسي أمام محل 3 دولفين. طيب عبير، يعني اللي يروح للمكان ده وعايز يأجر قاعة، التأجير في المكان ده موجود، ان انت تأجر قاعة موجود. وكمان لو عايز تتدرب على انواع مختلفة من التدريب موجود. وفي نفس الوقت في حاجه لذيذه قوي. لو انت زهقان من الناس كلها وعايز تقعد لوحدك، مستطاع الموضوع. ايه يعني ايجار يعني ولا ايه؟ ايجار لمده ساعه براحتك. ولو في حد عنده برضو ان هو يعمل مقابلات او لقاءات انت في بتتكلمي بجد؟ والله. طيب السؤال بيقول ايه؟ طيب نعم. السؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول ما هو عنوان شركه اطلاله؟ طب ممكن نقول بقى عشان الناس اللي هتروح. لا بقى الذكاء بقى اللي معانا بقى هو اللي يقول، يبقى يراجع الحاجه. عندي شركه الفراعنه للاستيراد والتصدير، المهندس عايد العدس. السؤال بيقول ايه هو او ايه تاريخ تاسيس الشركه؟ هنا بيقدم كام جايزه عندنا؟ 250 جنيه. شركه اطلاله بتقدم كام جايزه؟ نفس الموضوع 250 جنيه. السؤال الثاني مطعم قريه بدويه، ايه هو المشروب الخاص بقريه بدويه؟ المهندسه ناهد علي. بتقدم دعوه الفردين على الغداء او العشاء بقيمه 250 جنيه. تمام. موقع بقى inmasri.com بيساعدنا. الموقع ده اصلا بيساعدنا ان هو ان احنا بننتج اي منتج مصري وهي بتقوم بتسويقه. تمام. فالسؤال بيقول بقى ايه شعار الموقع ده؟ ايه لسه النهارده الدكتوره داليا السؤال بعد كده انا قلته ايه شعار الموقع؟ السؤال اللي بعد كده لا كده خلاص. لا في الحسيب. الحسيب
ده اللي انت فاكره قوله يا محمد، مفيش مشكله. الحسيب بيقول ايه؟ انت طب شركه الحسيب طب قول. شركه الحسيب للسياحه بتقدم في كل حلقه 500 جنيه لفايز واحد. ده سؤال يتنسي. سؤال النهارده في اعلان الخاص بشركه الحسيب مكتوب شركه الحسيب فرع المطار. شركه الحسيب فرع المطار بيجي دايما مكتوب باللون ايه؟ مكتوب باللون ايه؟ انا هغش. ابعتوا لنا على الواتس اللي بيظهر قدامكم. هنسحب الاسماء اللي فازت معانا. عبير اول سحب مع قريه بدويه. بسم الله. لا قولي انت الاسم. ماشي. انتصار لمعي ملاك. انتصار لمعي ملاك. لمعي ملاك. الف مبروك يا انتصار. مبروك ليك يا انتصار. شركه اطلاله علاء محمد، الف مبروك. عندي جايزه ايه؟ احمد عبد المجيد احمد، ده شركه مبروك يا احمد. الفراعنه. شركه الفراعنه. لسه تاني ما تفشيش. ماشي. نراجع الحلقه على فكره انت مسجله صوت وصوت. صلاح محمود السيد. صلاح محمود السيد، الف مبروك. مبروك ليك. الشركه الثانيه اخر شركه الحسيب. المفروض نجيبهم هنا بقى. هنجيبهم. ياسمين اسكندر محمد. ياسمين اسكندر محمد، الف مبروك يا ياسمين. مبروك يا ياسمين. عايزين بقى نقول في نهايه الحلقه كل واحد رساله. عبير هتقدم لنا رساله لجاري. الرساله ان احنا طبعا الحمد لله رسول عليه الصلاه والسلام موصينا في حاجات كتير 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 قوي، فاحنا بناخد جزء ونسيب جزء. فبالنسبه للجار الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من ضمن انك تكون كويس مع جارك انك دوت ممكن يوديك النار او الجنه. تمام. فالجار مش مجرد جار ان هو اكل وشرب، الكلام المعنويات نفسها تمام. بتعمل حاجات كويسه كتير. عبير كلمه بسرعه. كلمه بسرعه يا محمد. هقول ان الجار ده كل واحد عنده اليوم بتاعه مليان، كل واحد عنده اي شغله اللي واخده من جارك. فمش معنى ان انا مش بكلمك او ان انا مش بسلم عليك يبقى انا مشغوله او متكبره عليك. تمام. اصدقائي الدنيا كده. انا كنت سعيد معاكم، انا محمد هاشم كنت سعيد معاكم. انتظرونا قبل الميعاد ده بساعه، وكان معايا عبير زياد وعبير الزهيري. شكرا. انتظرونا الحلقه الجايه قبل الميعاد ده بساعه كل يوم خميس.